تحضرنا برضه يعني في مباراة قبل مباراة الأهلي والهلال. كنت أتكلم، شوف بالله اللوحة هذه جمهور الأهلي مسويها، هي صورتين يا دكتور مو واحدة. شوف طالع شوف قدامك يا الفراج مالي عينك الجمهور. هذا جمهور الأهلي كان معلقها في مباراة الأهلي والهلال. شوف والله مالين عيني والله مالين عيني، أنا ما قلت شيء. أنا كنت أتكلم قبل المباراة أقول قالوا انه 80% راح يكون من الملعب مباراة الاهلي والهلال، 80 للاهلي و20 للهلال. قلت طيب فرضنا ما جاء 80% من الاهلي، فرضنا طيب ادوا النسبة للباقي ايش حتسووا؟ حتخلوها فاضية؟ انا ما كنت اقول انكم ما راح تعبوا، انتم تعبوا ملعب في 60,000، بس انا كنت اتكلم عن نقطة فرضنا. ليش التقسيم؟ خليها يا اخي مفتوحة الملعب خاصة في الدرجة الثانية، هذا اللي انا قلته. والله يا وليد حكاية التقسيم يبغى لها حلقة خاصة، يعني احنا ما تعودنا على هذا الشيء، لا تعود المشجع على كرسي مرقم ولا تعود على انه يجلس مكان مفروض عليه انه يجلس فيه. يعني معروف الهلال فين جمهوره، والنصر فين جمهوره، والاتحاد وين جمهوره، والاهلي وين جمهوره. حكايه التقسيم دي والترقيم ما اعتقد تنجح في الملاعب السعوديه.